من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك أحبابي عندما نتكلم عن موجبات الجنة أسأل سؤال: هل أحد يريد النار؟ هل أحد أحبابي يعمل للنار؟ أحبابي الجميع منا يؤمن بالموت أم لا؟ من منا لا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ من منا الذي لا يؤمن بالله ولا بلقاء الله كافر مرتد. لكن هل الإيمان الذي في قلوب البعض يغنيه؟ اسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. تريد الجنة وتزحزح عن النار، لكن ما هذا الإيمان؟ أحبابي ما يوجد أحد منا لا يؤمن بالله، وأي إنسان لا يؤمن بالله لم يبقى في قلبه ذرة من توحيد ولا إيمان.